وقال حسين قمت مش شايف اي حاجه ولقيت جسمي ملفوف حواليه قطعه من القماش. قعدت احسس لقيت قطن في كل جسمي، وقعدت احسس المكان حواليا فلقيت الميتين مرصوصين جثث في كل حته، والدنيا كانت ضلمه جدا. وفجاه لقيت في ايدي جمجمه بشريه، فصرخت باعلى صوتي لدرجه ان شعر راسي وقف. ومش شايف بقى، ضلمه مش شايف حاجه. لقيت بقى شعره وقف، كان خشن ما كانش كده. لقيت شعره وقف بقى، وقف كده زي مقشه جريد من حضرتك كده، وجسمه كله اتنفض بقى. ومش عارف اطلع على اعصابي. بعد ما اعلن الاطباء وفاته وقامت اسرته بتغسيله وتكفينه ووضعوه في القبر وتقبلوا فيه العذاب، صحي من الموت فلقى نفسه داخل قبر مظلم وحواليه الجثث في كل مكان. حسين القهوجي بحي منشية ناصر العائد من القبر. ايه قصته وازاي كانت نهايته؟ اهلا بيكم في برنامج منظور اخر. الحكاية بتبتدي في القاهرة وتحديدا في حي منشية ناصر. شاب اسمه حسين شغال قهوجي في قهوة كبيرة من قهوة القاهرة، وفي يوم رجع من شغله بالليل واتعشى زي ما بيعمل كل يوم، وبعدين طلع على سريره وخد المخدة في حضنه ونام. ولكن قضاء الله جاله وهو نايم ومات، او ده اللي كان بيعتقده الاطباء في مستشفى احمد ماهر اللي اهل حسين نقلوا ليها، اعتقادا منهم انه ممكن يكون مغمى عليه ولا حاجة. المهم بعد ما الاطباء اعلنوا وفاته بسبب التسمم، اللي طبعا كانت صدمة كبيرة لأهله، خصوصا انه في الثلاثينات من عمره ولسه صغير، على طول تم استخراج شهادة الوفاة وتصريح الدفن، وبسرعة قامت اسرته بتغسيله وتكفينه ووضعوه في القبر بجانب جثمان والده. واستقبل الاهل العزاء وسط حالة من الحزن الشديد على العريس الشاب اللي خطفوا الموت في شبابه بعد شهرين بس من جوازه. ويعدي اليوم الاول بعد الجنازة، ويعدي اليوم الثاني، فالثالث، فالرابع. في اليوم الخامس بقى اتفاجئت ام حسين بخبر غريب جاي لها من مستشفى احمد ماهر، بيقول لها ابنك عندنا تعالي شوفيه. فاستغربت ازاي ده حصل، طلعوا جثته يعني من القبر، يمكن في شبهه جنائيه انه ممكن يكون اتقتل، فالطبيب الشرعي محتاج مثلا يفحص الجثه. وفضلت تفكر كده طول الطريق، بس خلاص وصلت للمستشفى وهتعرف دلوقتي ليه طلعوا جثه ابنها من القبر. وهنا كانت الصدمه، حسين واقف قدامها وعايش وبيتنفس. امال مين اللي احنا دفناه ده؟ وفجاه وقعت على الارض، يجيبوها يمين يجيبوها شمال، مفيش نفس، الست راحت فيها. وملحقش حسين انه يفوق من صدمه موت امه، فتفاجئ ان مراته رافضه تعترف بعودته من الموت، وقالت ان اللي قدامها ده مش بشر، ده عفريت حسين. وكانها ما صدقت انه مات، شكلها هي اللي حطت له السم في الاكل اصلا وكانت عايزه تخلص منه. طب هو ايه اللي حصل لحسين؟ مش المفروض انه مات؟ ازاي ده حصل؟ وازاي اصلا قدر يطلع من القبر؟ طب تعالوا نحكي الحكايه من منظور اخر. في يوم عادي في مستشفى احمد ماهر بالقاهره، اتفاجئ الدكتور شوقي السعيد بدخول حاله عليه لشاب اسمه حسين، وواضح جدا انها حاله اغماء عاديه. فعلى طول بمساعده الممرضين عملوا اللازم مع حسين، ولكن يكتشف الدكتور شوقي السعيد ان مفيش نبض خالص. فرحنا دخلنا على المعامل مركزه عشان نشوف القلب والنبض كده، ما لقاش حاجه، ولا نبض ولا قلب في المخ ولا في الصدر. سبحان الله. فقالك ده متوفى من امبارح بالليل، متوفى من عدد الاكل اللي كان كان مسمم او متلوث. فتم اعلان وفاة الحالة وبلغوا الاهل عشان تبدأ مراسم الدفن في خطوات روتينية عادية بتحصل كتير. ولكن لما يبقى حظك مهبب بطين بتحصل حاجة احتمال حدوثها هو 1 على المليون، والحاجة دي هي ان حسين ما ماتش، هو بس كان في غيبوبة وتم تشخيصه غلط. والمشكلة دلوقتي انه في طريقه لعالم الاموات وقبر مظلم وهو لسه عايش وبيتنفس. بعد 3 أيام من دخول حسين للقبر فاق من الغيبوبة اللي كان فيها عشان يلاقي نفسه في مكان شديد الظلمة. ايه ده؟ انا فين؟ انا فين؟ ايه ده؟ يا ناس انا هنا. ايه ده؟ ايه القطن ده؟ انا مت. انا فين؟ خرجوني من هنا، خرجوني من هنا، حد يساعدني، حد يسمعني، انا هنا. يا رب يا رب يا رب. خرجوني من هنا، خرجوني من هنا. وفضل حسين يصرخ وينادي على الناس كده لمدة 2 يوم كاملين بدون اي نتيجة. وكان اللي مصبره وفي نفس الوقت مجننه انه كان شايف الناس اللي ماشية بره من خلال ثقب صغير في جدار القبر. ولما حسين لقى ان مفيش اي استجابة من اي حد من بره بدأ يحاول يخرج من القبر وصعد السلالم المؤدية لباب المدافع. وفي اليوم الخامس سمع صراخه التراب بتاع المدافع، فقرر يفتح باب القبر الحديدي عشان يشوف ايه مصدر الصراخ ده. ولما نزل ودخل القبر طب واقع على طول ومات بأزمة
أزمة قلبية لأنه ما قدرش يستحمل الصدمة من اللي شاف. فكان حسين قاعد على سلم القبر وعلامات الفزع على وشه وشعره كله أبيض. جه ربع يوم برضه سمعوني الناس راحوا للتربي، قال لك لا ده في حد شيطان هنا من عنك او حد ساحر من التربي، ساحر. الناس ظنت ان ده جن يعني. فراحوا التربي قالوا له جه سمع صوتي. فالمهم بقى الراجل التربي طلعني وبص في وشي مات، توفى اتكل على الله. التربي اول ما طلعني بره ورماني ومات، جت سكته قلبيه. لا حول. ما انا كنت بقى ما كنتش فيه كده هيكل عظم، كان دم كله اتصفى من جسمي. كنت هيكل، ما كنتش كده، كنت اي حد يشوفني يجري مني، كنتش كده. وتم نقل حسين على طول لمستشفى احمد ماهر. ولما شافوا الاطباء اتصدموا صدمه كبيره جدا، بل ان اغلبهم خاف حتى يقرب منه او يفحصه ووصفوه بالعفريت. ولما امه شافته طبت ساكته وماتت على طول. وبعدها فضل حسين في المستشفى فقد القدره على الكلام. وبعد 3 شهور خرج من المستشفى ورجع لبيته. وبكده هتكون عوده حسين للحياه مره تانية كلفته موت والدته وخساره زوجته وصحته وحياته، وبقى يعاني من الوساوس وكتير من الامراض النفسيه والجسديه. عشان كده قرر ينتقم من الدكتور اللي شخصه تشخيص خاطئ وكان السبب في كل اللي حصل له ده. ولكنه اتفاجئ ان مدير المستشفى شطب اي اثر لاسمه من سجلات ودفاتر المستشفى، وطبعا كده مش هيقدر يثبت اي حاجه او يرفع عليهم قضيه. بيقول الدكتور احمد راغب استاذ طب الحالات الحرجه ان ظاهره العوده من الموت نتيجه اخطاء طبيه بتحصل احيانا، وهي ظاهره عالميه مش مقتصره على الدول الناميه بس، وانها غالبا مش بتبقى نتيجه اهمال طبي وبتعتمد على توقف القلب لفتره قياسيه او عدم القدره على التنفس لمده طويله. وفي الحاله دي بيبقى المريض ميت لان القلب توقف، ولكن بتبقى باقي الاعضاء التانيه حيه. ولما بيرجع النبض للقلب مره تانيه بتبدا الرئتين تشتغل تاني، وبعدين بتتجاوب معاهم باقي الاعضاء فيصحى الميت وسط ذهول الجميع. وفي قصص كتير من جميع انحاء العالم لاشخاص ماتوا وبعدين عادوا للحياه. ففي مدينه تيان دونج في جنوب الصين وباحد ايام شهر مايو عام 2015 خرجت امراه لجمع الاعشاب من المقبره القريبه من منزلها، فسمعت صوت بكاء وصريخ لطفل صغير. فبسرعه اتصلت بالشرطه اللي وصلوا بعد وقت قصير، فلقوا طفل رضيع موضوع في صندوق كرتون ومدفون بين المقابر، وكان شكله مريض جدا. وعلى طول تم نقله للمستشفى وعلاجه. وبعد التحقيقات عرفت الشرطه اهل الطفل، ولما تم التحقيق معاهم كانت الصدمه، لانه اعترف والدي الطفل انه بعد ولادته اكتشفوا انه مصاب بتشوه خلقي في شفته بتسمى شفاه الارنب. ولانهم ما معهمش فلوس يعملوا عمليه تجميل لابنهم قرروا ببساطه انهم يتخلصوا منه، فحطوه في صندوق كرتون ورموه في المقابر. وبعد يومين رجعوا للمقابر معتقدين انه اكيد كده مات ودفنوه تحت التراب، ولكن حصلت معجزه والطفل فضل حي لمده 8 ايام تحت التراب. وفسر الاطباء ده ان الطفل كان بيشرب من مياه الامطار المتسربه ليه من خلال الصندوق، واستدلوا بكده ان الطفل تقيأ ميه سودا كتير لما وصل للمستشفى. وفي قصه برضه حصلت في ايرلندا. ففي عام 1847 تسببت المجاعه في ايرلندا نتيجه ضياع محاصيل البطاطس في موت عدد كبير جدا من الناس، لدرجه انهم ما كانوش بيلاقوا مساحه كافيه لدفن كل الجثث. فكانت عمليات الدفن بتتم بشكل عشوائي وسريع نظرا لعدد الموتى الهائل. ففي طفل عمره 3 سنوات اسمه توم غيران مات اثناء المجاعه وتم دفنه في قبر جماعي، ولكن بعد كام يوم فتح الناس القبر عشان يدفنوا ميت تاني، فبالغلط داسوا على رجل الطفل توم فشعر بألم شديد وصرخ، فعرفوا انه لسه عايش واتدفن بالغلط وتم انقاذه من الموت. وفي حاله شبيهه شويه بالحاله دي حصلت في اواخر سنه 1800 في مدينه بايكفيل في ولايه كنتاكي الامريكيه. فكان في مرض غير معروف منتشر هناك، وكانت الحاله الاكثر مأساويه من بين كل الحالات المرضيه هي حاله امراه اسمها اوكتافيا سميث هاتشر. فبعد ما توفى ابنها الرضيع في يناير عام 1801 حالتها ساءت جدا ودخلت في غيبوبه. وفي 2 مايو من نفس العام تم اعلان وفاتها لاسباب غير معروفه، وتم دفنها بسرعه في المقبره المحليه بسبب الحراره الشديده. وبعد اسبوع من دفنها اصيب كتير من سكان المدينه بنفس مرض اوكتافيا، واصيبوا برضه بغيبوبه زي حالتها بالظبط، ولكن الاختلاف انه بعد كام يوم فاق سكان المدينه من غيبوبتهم، فبدا الناس يشكوا انهم كده دفنوا اوكتافيا وهي ممكن تكون لسه عايشه. وعلى طول راح جوزها للمقبره وفتح القبر، وتبين انها فعلا كانت لسه عايشه لما اتدفن، ولكنها ماتت بعد كام يوم من دفنها. الحاله دي ماتت، المريض مات للاسف. الحالة دي لا ثواني كده، لا للأسف الحالة مات وده مات وده كمان مات
يا دكتور الحق، في ايه؟ في 5 حالات من اللي انت قلت انهم ماتوا النهارده طلعوا عايشين. يا راجل 5 حالات؟ ازاي؟ ده امبارح كانوا 3 بس. يمكن عشان انا ما نمتش كويس. طب يلا عشان في جثة في المشرحة عايزينك تشرحها. طب يلا هات المشرط وحصلني. في فنزويلا بقى حصل حادث غريب كده من كام سنة، لدرجة انه بقى حديث العالم كله لشدة غراب. فكان في مجموعة من الاطباء بيقوموا بتشريح لاحدى الجثث في المشرحة لبيان سبب الوفاة المشتبه في انها جنائية، واذ بالقتيل فجأة بيصحى وهو بيصرخ من شدة الالم بسبب تمزيق جسده اثناء عملية التشريح، فاتصدم كل اللي موجودين. فبعد تعرضه لحادث سير على الطريق السريع عام 2007 اعلنت مستشفى في فنزويلا وفاة كارلوس كاميجو، وبدأ فريق التحقيق الطبي بتشريح الجثة. لكن كارلوس استعاد وعيه في المشرحة وحس بألم شديد بعد ما شق الأطباء راسه واتفاجئوا بخروج دم جديد منه. انت بتعمل ايه يا عم؟ انت بتعمل ايه؟ كل دي حوادث نادرة لشخصيات عادت من الموت، إما نتيجة تشخيص خاطئ أو نتيجة تسرع في عمليات الدفن. وطبعا البعض منهم وصل بالفعل لداخل القبر وخرج منه بعد مداء الحياة في مجتمع الموت. وأكيد صعب نتخيل تجربة أقصى على الإنسان من اللي مر بيها الناس دول. فالقبر زي ما تقول عمل الإنسان، يعني عمل الإنسان بيشوف الحلو والوحش بعمله. بيخش قبره بيبقى منور، وفي إنسان عمله وحش بيخش سبحان الله بيولع جوه، ربنا سبحانه وتعالى بيولع فيه. الملائكه حفره من حفر النار. حفره من النار. والملائكه بتنزل تعذب فيه. عم حسين، لو عايز تقول للناس كلمه اخيره غير يعني حاجه تخص يعني تقول لهم موعظه. انا اقول لهم ربنا يهديهم يصلوا ويعرفوا ربنا ويصوموا. ربنا يهديهم يصلوا فرض موعظه مني، ياخدوا موعظه مني ويصوموا ويصلوا فرض وما يسيبوش الدين ويمشي على السجارة المستقيم. وبكده انتهت الحلقة السادسة من سلسلة الموت. هسيب لكم الحلقات اللي فاتت في الوصف وشاشة النهاية، واللي مش مشترك في القناة هتفوتوا اكيد الحلقات الجاية. واخيرا قولولي في الكومنتات ايه اغرب موقف حصل معاكم في المقابر.